فكيف ترى دور الإعلام والصحافة في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى؟ وهل هي مهددة؟ إذا كنت تقصد الإعلام العربي فقد دمر اللغة العربية. للأسف طبعا نعم، يعني هناك محبون للغة العربية يحاولون يعني الحفاظ على هذه اللغة، لكن الحقيقة الحديث في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يعني حطت من المستوى. طبعا أنتم تعرفون أننا نعيش زمن التفاهة في كل المستويات، على مستوى العالم وفي كل مكان. المستوى الثقافي والرموز، حتى الديكتاتوريون كانوا زمان عندهم أفكار. هو ديكتاتور لكن لديه فكرة، لديه الآن حتى هؤلاء تافهون يعني. فطبعا هناك للأسف يعني أذى يقع على اللغة العربية، وأظن أن هناك مخلصين يحاولون بذل الجهد فيه. نتحدث قبل أن نأتي إلى هنا يعني أن ما لاحظته في البداية يعني قبل سنوات عندما أتيت إلى هنا أو حتى بعض المناطق في البلقان وإلى آسيا الوسطى تحديدا، أن هناك من يتحدث ويقرأ القرآن بطريقة أفضل منا نحن العرب، حتى مخارج الحروف، حتى الطريقة شيء مدهش، ولكن إذا تحدثت معه لا يستطيع. طبعا أنا أعتبر أولا أنه هناك تحديات كبيرة. اللغة العربية ليست سهلة مثل اللغة البوسنية بالنسبة إلينا، ولكن أيضا المشكلة الأكبر أن نحن في العالم العربي نتحدث العامية. فإذا يعني مثلا إذا أنا أردت أن أجيد اللغة الإنجليزية سأذهب إلى بريطانيا، ففي حياتي اليومية سأتعامل باللغة الإنجليزية فستتطور. لكن أنت إذا أتيت إلى مصر يعني ذهب شخص أيضا من آسيا الوسطى، وصل إلى القاهرة ليلتحق بدورة تعليمية في اللغة العربية، لكن هو يتحدث العربية. فعندما وصل إلى مطار القاهرة فاختار تاكسي، فصاحب التاكسي قال له: إلى أين تذهب؟ فقال له: أريد الذهاب إلى ميدان التحرير. فقال له: لماذا تحدثني بالقرآن؟ هو بالنسبة إليه اللغة العربية الفصحى يعني قرآن يعني. فهذه طبعا تحدي، لكن الحقيقة أني يعني سعيد أن أجد أن هناك من يهتم باللغة العربية، ليس لأنها لغة قومي ولكنها لأنها لغة ديني.